السلام عليكم. هذه رسالة موجهة لعلي بن الشيخ. علي بن الشيخ، كنا نحترمك لما كنت تقول الحقيقة ولو كانت مرة على نفسكم، على بلدكم، وعلينا كمغاربة. لما كنت تقول الحقيقة كنا نحترمك، ولكن يبدو بأنهم جبدوا لك الودنين وتقلبت رأسا على عقب، ودخلت حتى أنت في هذوك الاتهامات الخاوية والسبان ديال المغاربة. علم أيها الشيخ أو ابن الشيخ، راك تبارك الله، راك في السبعينات من عمرك، وراك داير ديك الطاشة ديال السجود في الجبهة ديالك، وما بقالش قد اللي فات من العمر. نحن لا نعلم الغيب، ولكن إنسان 71 عام ماش بقالو غادي يعاود 71 أخرى، ما يمكنش. ولهذا شوف ملقاك مع ربك. الفلوس فايتة، واكتسبت الاحترام ديال الناس. عندك تاريخ شوية، عندك واحد شوية ديال التاريخ في الكورة، شوية ديال التاريخ في بلادك فقط، في حقيقة في بلادك فقط. لأن حتى فاش مشيت في كأس العالم ديال 82 مع الفريق ديالكم راك ما لعبتش كاع، ما تشيتش كورة. انت وسط الميدان، وابقى في حياتك وسط الميدان كذلك. شد العصا من الوسط، قولي الحقيقة، وفي الأوف قول لهذاك الصليع ما يبقاش يحرجك بالأسئلة اللي تجاوب فيها على المغاربة. تكلم عن الكورة بصفة عامة، بدي بالرأي ديالك في التقني، ولكن لا تسيس كالآخرين. أنا جبتك أنت فقط، الآخرين ما كلاب ضالة فقط تعيد النباح الذي يقال فقط. ولكن أنت كانت عندنا عليك واحد الشوفة زوينة، لأنك كنت تقول الحقيقة، ولكن انقلبت رأسا على عقب وبقيت تكذب انت. وهذا الكذوب ديالك، هذاك التاريخ ديالك شي شوية اللي خليته في الكورة في الجزائر غادي تمسح، ولا نتذكرك إلا بالشر، بأنك كنت تكذب. يكفيك هذيك العلامة اللي في الجبهة ديالك. أما هذاك قاسي سعيد، هذاك باين حقود، الله يستر، ما عنده لا تاريخ لا والو. كان يلعب في القبة فقط، ولا يلعب حتى هو الآن محلل، وهذاك باين ما نتذكروش عليه. هذاك مسموم من بكري ويكرهنا ويكره المغاربة من بكري. هذاك بوصليعان اللي معكم، يعني من خلال مداخلاته تحس منا انه يجركم للحقد. فاش قاسي سعيد قال له حتى هو تصاب في رجلو ملي كان بغى يراوغ التيمومي، كانوا يلعبوا هنا في المغرب، الرجل ديال قاسي سعيد تلوات وطرطق له داك الطوندو. تكلم داك بوصليعان قال له وهذه ما تكونش حفرة في التيران وطيت فيها. شوف كيفاش لاحلو الميساج ديال الكراهية، بمعنى الملاعب ديال المغرب فيها الحفاري. ولكن الآخر أجابه بصراحة، أول مرة يقولها، قال له دي لا، رجلي سقط في الرباع وما قدرتش ندورها. إذن تجتمعون على البهتان، وتجتمعون على الكذب، وتجتمعون على الاتهامات الخاوية. نقيو شوية قلوبكم. لا يدوم إلا الحق، ورا كل شي غادي الفناء، ويبقى التاريخ يذكركم بالسوء. هذوك البراش اللي تجيبهم انت هما كمعلقين وكمحللين، هذوك البراش ما نعقلوش عليهم كاع امتى لعبوا، ولا ما عندهم لا تاريخ لا والو. خليهم هذوك، ما نهضروش عليهم. نهضروا على الشيوخ، نهضروا على اللي بحال بن الشيخ ولا بحال الاخر اللي شويه في التاريخ ديال الكره الجزائريه. ولكن التاريخ ديال كاس بن الشيخ اهم من ديك الدريهمات اللي تاخذها. صحيح انك وليت انت تقلب على المال كأيها الناس، بشر عادي، ولكن لا،
ماشي لدرجة أن الإنسان يبيع التاريخ ديالو والمبادئ ديالو. إلا كنا نفكروا بهذا المنطق فحتى البغية نعطيوها الحجة ونعلل ممارساتها. كانت هذه كلمة موجهة لك، عساك تعود إلى الصراط المستقيم، وخا هذا يتطلب منك أنك تسمح في ذاك التخربيق كاع وتشري الله وتبيع الدنيا. العسكر حتى بغاو يوظفوك كنت تقول الحقيقة، وسجنوك وداوك وجبدوا لك الودنين ورجعت، يعني بمعنى تنازلت على المبادئ ديالك اللي هي قول الحق ولا تخاف فيه لومة لائم. ولكن للأسف بقيت فيا في حقيقة رجل كبير ويتآمر. الله يهديك انت وهذيك الشلة اللي مجموعين تنشروا في عباد الله بالخاويات وتتهمونهم بالخاويات. اش غادي تقولوا اللي خلقكم؟ نتمنى هذا الفيديو يوصل بن الشيخ ويعيد الحسابات ديالو. إلى اللقاء.